إن كنت تسعى لتحقيق أهداف تدعم مسيرة حياتك الشخصية وتغني المجتمع اللبناني، إن كنت تؤمن بضرورة حصول شباب لبنان على فرصة المشاركة في صنع القرار وترى في نفسك أحد قادة الوطن، فإن حزب التكتل اللبناني الواعد هو المكان المناسب لتحقيق ذلك. نفخر بانضمامك إلينا ونلتزم بدعمك أينما كنت داخل لبنان أو خارجه. من صوت لبنان منرحب فيكم بعد هالمقدمة باسم حزب التكتل اللبناني الواعد، ويلي اليوم بصرنا نستضيف مؤسس الحزب ورئيسه السيد فارس فتوحي. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كيفك؟ يمكن المقدمة رسمية، أنا استقيت من المقدمة اللي حضرتكم كتبتوها بالسايت الخاص بالحزب ويلي موجودة عبر الفيسبوك. هلأ بعد شوي بنعطي اللينكس للمتابعين واللي حابين من بعد هالحلقة يطلعوا أكثر على الحزب. حضرتكم منكن جداد على الساحة، ولكن الإطلالات الإعلامية عم بتكون خجولة لأنه حضرتكم بتآمنوا. هيك استشفيت أنا من شغلكم أنه العمل هو اللي بيخبر عندكم. مزبوط. فارس فتوحي، بالأول لما بنحكي حزب تكتل لبناني واعد، يمكن كل كلمة بهالعنوان ممكن نعمل عنها حلقات. مزبوط. وخليني بلش من أول نقزة عند اللبناني اللي هي كلمة حزب. مزبوط. شوف يعني لوحدك بتعرف قد ايه اللبناني بينقز، 100%، وخصوصا من بعد اغتراب طال تقريبا 20 سنة برا. نحن كمان يعني حتى أنا شخصيا يمكن بس اسمع كلمة حزب بنقز يمكن لسبب إنه خليني أحكي عن حالي أنا، وبعتقد في كتير بينضموا لصوتي بهالموضوع، إنه صار في نوع من النقزة، ويمكن ما بدي أقول كلمة قرف، بس هيدي النقزة من الوضع اللي احنا فيه. غيرك استعملوا تعبير أكبر من هيك يعني 100%، بس عم جرب أنا أكون شوي بعدني هيك سلس أكتر. سلس أكتر. نقزتك يمكن فارس كانت إيجابية. نقزتي إيجابية. أنا بتمنى يكون في غيري عنده هيك نقزة تكون إيجابية، لأنه كتير قالوا لي شو بدك بهالشغلة. يعني 20 سنة الحمد لله بدول الاغتراب نجحنا، نسمى رجال أعمال ناجحين. بفتخر إنه لبناني. فارس، كرجل أعمال ناجح في الاغتراب، شو اللي بيخليك ترجع على لبنان وتأسس حزب؟ هاي النقزة اللي عم بقول عنها إنه كانت إيجابية بحياتك، انقزت من الأحزاب مثل ما كلنا بننقز من الاسم. حزب يعني نرجع على حروبنا الأهلية، بنرجع لمشاكلنا الداخلية يلي غرقتنا وبعدنا عم نغرق فيها، ما عم نعرف نطلع. شو اللي بيخلي فارس يآمن بشيء اسمه أحزاب فيرجع يأسس حزب التكتل اللبناني الواعد؟ شوف، كنت عم أقول لك من الأول إنه أنا ما بآمن أصلا بالأحزاب، وما كنت آمن بالأحزاب، بس اسمع كلمة الأحزاب مثل ما قلت هي دغري بيجي على راسك الحروب والقتل، وخي ضار عم يضرب خيه وخي عم يضرب خيه. بس مثل ما قلت لك أنا إلي سنين برا البلد، تقريبا 20 سنة، وإلي فترة طويلة كنت غايب عن لبنان وعن الوضع بلبنان وعن إن كان اجتماعي أو سياسي. بس أكيد يلي رجعني هو لبنانيتي، هو إنه من تقريبا 5 سنين كتروا زياراتي على لبنان، وبلشت تشوف وضع الاجتماعي. خليني أحكي أول شيء اجتماعي. عائلتك هون ولا برا؟ أنا عائلتي هون. عائلتي هون. يعني ولادك بالمدارس هون؟ ولادي بالمدارس هون، وإن شاء الله حيضلن هون. أوكي. بدنا نشوفهم متفوقين هلا. إن شاء الله. هلا صاروا كل الولاد العيال، يعني كل ولاد لبنان عم بيفكروا قد ايه عم بيتصل فين وزير التربية يقول لهم مبروك نجحتوا. هي صار اوبجكتيف هلا، انه الواحد بده ينجح ليطلع حد الوزير. كتير حلو. هلا اول شيء بدي هني الوزير على كل هالانجاز اللي عمله بوزارته. الوزير اللي يسبو صعب عن جد. يمكن هاي اول مرة الحمد لله عم نشوف في شيء عم بيتقدم بهالبلد. هلا ما يقولوا العالم عم هن الوزير لانه كمان بالامارات موجود، لانه انا من الامارات. لا بس نفتخر، يعني نفتخر بكل شخص عن جد حقق هالنجاح برا. واكيد الوزير عمل انجازات كبيرة بالامارات، وبالاخص بغض النظر عن انتمائه السياسي. ما عم نحكي هلا انتماء سياسي، عم نحكي عن موضوع التعليم. لا أنا بدك تسمح لي أسألك كم سؤال سياسيا، لأنه نحن حزب سياسي. يعني حزب سياسي، بس نحن وسطيين. أنا مني مع ولا ضد ولا جاي حارب. ما دخلت بالاستفاف 8 و14، ما دخلت فيه ولا حد إن شاء الله أدخل فيه. ولا عم بطلب من، يعني مثل ما شفت ولاحظت، نحن أكيد عم نطالب بانضمام الشباب لنا، بس أنا ما عم بطلب من جون ولا سمير ولا محمد
ولا هادي ولا مين ما كان يكون، انه اتركوا احزابكم لتجوا تنضموا فينا. احنا عم نجرب نكون صوت لهالشباب. طب من وين بدك تجيب شباب؟ يعني عم تضرب على الوتر الحساس وعم تضرب على منا هيني. بس هاي الشغله بتحس فيي انا بنقز من الاحزاب. انا على شوي كنت نرجع موضوعنا الاول بحزب. اللي هو قصه الاحزاب وليش عملت الاحزاب، ليش عملت حزب. سوري بس خليني كفي السؤال ليحس المستمع انه معني مباشره بالموضوع. عم بحكي من نطاق خبرتي الشخصية ورح حط شوي حالي بين هلالين كمقدم للحلقة. بدي أقول إنه نحن مننقذ من الأحزاب لأنه عشنا الخبرة مثل ما حضرتك عشتها، الحرب والتناحر. بس اليوم ليكون هيدا الحزب كمان جامع لناس حوله أو منضمين له، بده يكون عندهم شوي ثقة أكتر إنه هو أحسن من غير أحزاب. نحن جايين نصلح الفكرة عند اللبناني يلي بيقول الأحزاب مش منيحة. ودايما منقول يعني لما شوي شوي بنكبر مع أشخاص كتار، يعني هلأ صار عندهم خبرة أكثر من 20 سنة يمكن بالاغتراب، وبيرجعوا بيقولوا شو ناقصنا ما منكون مثل أمريكا مثل فرنسا، يعني أحزاب بس بتتناقش سياسيا أو بتتحارب مع بعضها سياسيا بالمجلس. أنا لا أتشجع فوت بحزب التكتل اللبناني الواعد. شو اللي بيفرقكم عن الأحزاب اللي نحن عايشين فيها أو عايشين معها؟ شوف، نحن أصلا بالأساس بالوقت الحالي ما عم بيجي اطلب من العالم لينتسبوا. نعم. بالوقت الحالي انا اللي عم بعمله هو انه اخذ ثقة العالم. وحتى هي اكبر برهان على الموضوع اللي عم بقوله، انه نحن تقريبا لنا سنة مؤسسين الحزب. هلا عم نقطع مرحلة لانه ما حكينا شوي عن كيف تأسس الحزب. ايه هلا بنسألهم بس نوصل عليه، بس عشان هيك عم بجاوبك على القصص قبل ما تسألني اياها. لانه الواحد اذا بده يفوت هلا على السايت او على الموقع عبر الفيسبوك بده يطلع له هذا التعريف. مزبوط. بس اذا بتلاحظ نفس الوقت اول شيء بيطلع لك على السايت هو الخدمات اللي قدمناها والمبادرات الاجتماعيه اللي عملناها. كانت ملفته فكره او للعلا للعالم. هلا بنحكي تفصيليا عنها. كذا مبادره هيدا قصدته يعني انت. يعني اذا بتلاحظ الفرق بيننا وبين غيرنا هو نحن همنا نعمل مش بس نحكي. البرهان اللي كنت عم بقول لك عنه هو انه كل شخص نحن ساعدناه او قدمنا له اي نوع من الخدمات، احنا ما كان شرطنا انه تعال انضم لنا او انتسب لنا او حتى ولا واحد منهم قبلنا انه يكون منتسب لسبب واحد، حتى ما ينقال انه نحن عم نعمل خدمات كرمال نربح شيء بالمقابل. نحن همنا نبرهن للعالم انه انا واللي معي جايين نساعد، جايين نحسن او نجرب نحسن. مش رح اقول لك نحسن كلمه كبيره. اوكي. كلمه نحسن يعني اذا بدي اجي اقول لك انا جاي احسن انا والاشخاص اللي حوالي، بكون عم بضحك على العالم. التحسين بيجي من العالم كله، يعني مني من غيري، من هيدا الحزب، من هيديك الجمعيه، من مجتمع، مش من شخص وحواليه ناس او شخص ومعه اصدقاء. فهمنا كان انه نساعد هالتلاميذ، نساعد هالمحتاجين، وهيدا اللي بتشوفه بالسايت مثل ما هيدا اول شغله نحن همنا نفرجي. اوكي. يعني الشغل على الارض هو اللي بيعبر، هو المهم عن هويه الحزب. ما همني انا هلا انه انا والله عندي حزب فيه 10,000 أو 20,000 أو 1,000 أو 100,000 أو مليون. طب أنا إذا عندي هالكم من العالم شو نفعه إذا أنا ما قادر أخدمه أو ما عم بتطلع فيه؟ يعني تعال نقارن هلأ اللي عم بيصير بالبلد، أحزاب فيها 10,000 أو 20,000 أو شو ما كان العدد. طب عم بيوصلوا آخر الشهر عم بيقولوا طب شو عامل لي الحزب؟ مش قصة شو عامل الحزب، أنا عندي أجار بيتي. عندي بهالمعنى يعني عندي مين عم بيجيب لي نسمعها كتير، مين عم بيجيب لي ربطة الخبز على البيت بالاخر، مين عم بيعلم لي اولادي. يعني نزلنا على مظاهرات او طلعنا زقفنا لفلان او طلبوا منا ننزل على ما بعرف وين، يمكن وسط بيروت مسكرة او غيره وغيره وغيره. طب انا وقفت شغلي، فوت حالي بمشاكل ان كان مالية او عائلية. طب باخر الشهر اجا، طب انا هذا الشخص اللي عم بروح زقف له ولا حتى بشوفه، اذا يمكن على التلفزيون ما بيشوفوه ما بيخلوني اقرب عليه البادي جاردز. ما قصة هلا هيديك قصص امنيه صرنا نفهمها على انت وصلت يعني على صوت لبنان ما في بادي جاردز فارس. يعني هلا شوف، بس توصل على قصه امنيه شخصيه يعني ما فينا يمكن نحكي كثير نستهين بالموضوع، لانه طبعا حياه شخص وحياه عائله أكيد. وانت بتعرف الشغل السياسي بلبنان
ما شغله هينه وشغله مليئه. عم بتجاوب على الاسئله اللي انا بدي اسالها بس يعني بطريقتك الحلوه. يعني عم شوف ملاحظ انه عم يتجاوب على القصص قبل ما انا اسالها. لانه شوف هي يعني شو جابك على لبنان تشتغل سياسي؟ هيدا المعنى. انت رجل اعمال ناجح بالاغتراب. يعني انا بدي اساله من هالناحيه. طب اذا انا ما رجعت يا جو وغيري ما رجع؟ لا ارجع، بس انه اذا ما رجعنا على عالم السياسه على عالم السياسي وغيري ما رجع، وإن كانوا بالخليج ولا بأمريكا ولا كل هالناجحين اللبنانيين اللي بنفتخر فيهم، البلد كيف حيزبط؟ أنت شايف وضع السياسي بيتفقوا بين بعضهم وبيعملوا محاصصة. مين اللي عم بيتفق؟ ما أنت تطلع باللي موجودين بالسلطة، اللي معهم هالجمهور 100,000. بيقول لك أنا معي وراي 100,000. خليني أسألك سؤال. يلا تفضل. أنت هالأشخاص، يعني أنا هلا بدي أسألك، تفضل. أنت اللي عنده 100,000 ولا 200,000 ولا حتى 10,000 يا خيي 1000. أوكي. في عالم بيقول لك عم نعظم الموضوع. أنا عندي 100,000 وبيطلع بالآخر 10,000. بس الحاصله هلا كتار اللي عم بيجوا يحطوه تيمثل هالشعب، إن كان بالنيابة ولا بالوزارة. أعطيني شو كفاءتهم، أعطيني أعمارهم، أعطيني شو أعمارهم. بلا تعرفيني من الجواب. هيدي 100% كل معفي من الجواب، لأنه أصلا هن مضيعين بأعمارهم يعني. بس الشغلة نحن عم نحكي بس مش بالانتقاد. أنا عم بحكي لأنه أنا ما عم بحكي انتقاد، أنا عم بحكي عن جو عالم، أنا عم بحكي عن شعب، عم بحكي مين عم يمثل الشعب. طب هلا أنا كشاب، هلا بالنهاية أي بلد مين ثروته؟ شبابه. طب آخر بوست على الفيسبوك اللي عندكم ملفت كان بدنا شباب بالفكر مش بالشكل، وحطيته الزلمة الكبير بالعمر وحمل راديو، لأنه بعد ما شافوا شكله بانكي. هيدي إذا بتلاحظ أنتي بلش قصة المطالبة أو فكرة إنه الشباب يبلشوا يصيروا بالأحزاب أو حتى يمكن بالسلطة. هيدي من بعد ما صارت انتخابات البلدية، هلا يمكن قبل بشوي، بس من بعد بلش الوهجة إذا بدك عليها أو تسليط الضوء عليها من قبل هالأحزاب الموجودة. من بعد ما اكتشفوا فشل بالانتخابات البلدية. مش عم بحكي فشل كتنظيم، عم بحكي فشل كهنة كقاعدة، استقطاب يعني. كاستقطاب بين انه ما بيأثروا كتير على الشباب. اذا 100% هي وحدة. تاني شغلة شافوا من قبل، يعني لما شافوا هالفشل اللي هن فاتوا فيه، قعدوا بينهم وبين حالهم انه شو الاسباب. اسباب العالم كلها عم تطالب بجيل هالشباب. اوكي. فمن هون بتلاحظ بلش المطالبة بقصة الشباب، وصار يعملوا هلا كلهم اكيد عندهم لجانهم الشبابية وعندهم مراكزهم بالجامعات. هيدي ما عم نقول لا، بس تركيز عليهم وين؟ طب انا مين عم بيمثلني بهالحكومة او بهالنيابة؟ مين؟ اعطيني عالم بدي عالم كفوقة، بدي عالم اقدر اتكل عليها، بدي شخص انا اذا بدي احكي عن قصص تكنولوجيا. شباب يا اخي، التكنولوجيا هي المستقبل. مين منهم؟ هذا التطور العلمي اللي لازم ما يسبق. تطور فكري وعلمي وكل شيء. هذا اللي بيقدم البلد. استاذ فارس فتوحي، بما أنه حكينا عن الانتخابات الأخيرة البلدية، هل شاركتوا فيها فرديا؟ أنا ما شاركت فيها، لا فردي ولا جمعي ولا أي نوع ولا حزبيا ولا أي شيء أبدا. شو حسيتها؟ تحصيل حاصل إنه عم يعملوا استحقاق؟ حتى إذا بتلاحظ هي مش استحصال حاصل أبدا، هي لازم تصير. يعني هيدي بالنهاية استحقاق دستوري لازم يصير لا اللي هي إعادة تكوين السلطات البلدية المحلية. هي بلد ماشي، بس لأنه قلت لي من شوي من بعد ما نعطي موقفنا السياسي مثلا بمظاهرة أو نزل على الشارع، بالآخر في آخر الشهر بدنا ندفع استحقاقاتنا والتاكس والضريبة والأجار. فيعني نحن اليوم بالبلدية عم نرجع كأنه عم نطبق هالمقولة بس على نطاق بلد، إنه بدنا كل 6 سنين بدنا نرجع ننتخب مجالس جديدة لأنه البلد بده يمشي. أوكي. بس حضور الحزب من خلال الشباب، يعني ما كان عندكم مجال انه تبلشوا من مطرح معين؟ مثلا انتخابات البلدية قلت لي ما انتخبت وما شاركت فيها كلا حزب ولا فرديا. هل لانه الاستضافات كانت كبيرة وقوية منعتكم من المشاركة؟ شوف الاستضافات يعني ما بتلاقوا حالكم هون؟ لا انتبه، هي مش قصة خوف ولا ما في مقدرة انه نعملها هلا يمكن ما رح اجي اقول لك نحن بنقدر نأثر بالوقت الحالي، لانه بعدنا بالنهاية حزب جديد. بس من ناحية تانية نحن لما بلشنا خدماتنا بلشنا الخدمات من تقريبا السنة، وقفنا الخدمات
او الخطه اللي كنا اللي حاطينها وقفناها قبل الانتخابات بشي 2 أو 3 حتى ما ينقال انه احنا عم نعمل تحسين بهالمنطقه او بهديك المنطقه كرمال لانه في غايه. واذا بترجع بتلاحظ حتى كمان على الويب سايت موجوده بالصحف، صار من بعد الانتخابات كفينا جولتنا على المناطق اللبنانيه. يعني حددنا انه ما نكون متواجدين باي من نشاطاتنا او زياراتنا المناطقيه خلال الانتخابات. لا تظهر شو فارس الشفافيه، لا ظاهر الشفافيه، لا ظاهر انه انا ماني جاي كرمال غايه معينه، ماني جاي كرمال انا بدي اطلع رئيس بلديه ولا بدي اطلع نائب ولا بدي اطلع وزير، او بيكون عندك منها الحزب بهالبلديه 100%. انا همي هلا بالوقت الحالي هي انه قد ما في ساعد، عم بساعد هلا بالنهايه، عم بساعد قد ما انا بقدر او قد ما الحزب بيقدر. فينا نحكي عن المالي بالحزب اكيد. يعني حضرتك رجل اعمال، اكيد اللي معك كمان في رجال اعمال بالحزب. نعم. وانتم لما اجتمعتوا على هالفكرة السياسية لخدمة المجتمع اللبناني مش عن بعد، من أرض لبنان، أكيد ما تركتوا ارتباطاتكم وشغلكم أبداً. وهيدا عم بتسخروا، وإن شاء الله أبدا ما رح نتركها. أكيد يعني. أكيد نتمنى النجاح دايما. هيدا رح تسخروا بخدمة اللبناني من دون منة، يعني ما تفوت لعنا على الحزب حتى نخدمك، نحن بنجي لعندك من دون ما. وأهم من هذا كله نحن هلا بالوقت الحالي جون نحن ما عنا اي دعم خارجي ولا اي دعم من هيدا اللي بدي اساله. ما عنا، يعني ما عم برجع بقول لك عم جاوبك على قبل ما يجي السؤال. اوكي. ما عم نطلب اي دعم خارجي ولا عم ندعم خارجيين ولا من اي حزب تاني بالبلد. نحن عم تكون مثل ما بيقولوا من لحم كتافنا. الحمد لله الله رزقنا وعم تعرفوا تتصرفوا فيهم. ان شاء الله ان شاء الله قد ما برجع بقول لك قد ما عم نقدر، ويا ريت نقدر نعمل اكثر من هيك، وان شاء الله نقدر. وبركي هالموضوع او هالشي اللي عم نعمله بيخلي غيرنا شوي يغار ويعمل مثلنا. او هي قصة غيرة فكرك يعني. يا ريت يا ريت اذا غيرة لتفيد لإفادة البلد ليش لا؟ يعني نرجع نقول هاي الغيرة الإيجابية كمان يعني. فاذا الغيرة بتخليك تفيد بلد احسن ما تقتل بلد. ايه اليوم الغيرة ملفت اللي عم بتقوله. اليوم الغيرة من الأحزاب من بعضها او حيلا تكتل، يعني هيك من ضيعة على ضيعة او بقلب الضيعة، او بتقتل الضيعة او بتقتل المنطقة او بتقتل البلد. هيدي الحمد لله هي اصلا الغيرة هي آفة يعني. هيدي ومرض هيدا اللي كلهم همهم، هذا اللي همهم قديش عندهم بهالبلدية او مين معهم بهديك المنطقة، او حتى لو بدهم يقتلوها للبلد او المنطقة، المهم يكون شعبها معهم. طيب اليوم حزب التكتل اللبناني الواعد حضرتك بتمثله كرئيس للحزب، والهيكلية الداخلية للحزب كيف بتتغير، كيف تشكلت؟ هل أنتم شبيهين بكل الأحزاب؟ أكيد يعني نحن شبيهين بكل الأحزاب بس على نطاق أصغر أكيد. يعني عندكم تراتبية بالحزب طبيعي؟ عندنا تراتبية بالحزب، عندكم مداورة عندنا هيئة تنظيمية، عندنا المداورة أكيد. هلأ بيصير في انتخابات لأي منصب بالحزب. لأنه قلت لي ما بتتكلوا على الشعبوية، يعني ما عندكم مش ناطرين وراكم يكون باحتفال حزبي أو ما بعرف عشاء حزبي خاص. شوف هلا ما فيني اقول لك انه احنا ما رح مهمنا شعبيه او يكون عندنا شعب، بس اكيد برجع بقول لك مش هلا بس نبرهن حالنا بعدين بلش اطلب يكون في عنا شعب. هلا والاهم بس كمان شغله يلي هي الحزب اللبناني الواعد هو ما عم بيطلع باي، يعني منه حزب مثلا مسيحي او حزب منه طائفي ولا مناطقي من اي نوع. احنا بدنا نجمع كل اللبنانيه تحت سقف واحد. اوكي. ولنبرهن انه لبنان بيمشي بالعيش المشترك والوحده الوطنيه. رح اقول شغله يمكن تنبسط فيها. نعم. بتعرف اللبناني يعني عنده خلفيته بيحكم على الامور من هالناحيه. فارس فتوحي كتير بيضيع الاسم لحتى يعرف حدا شو انتمائك المذهبي او الطائفي. ولا بقوله وما رح اسال السؤال وبس لا معلوماتك انه انا لي 20 سنه بالامارات. يمكن 90% إمارات وخليج ككل، يمكن 90% من العالم بيعرفوني ما بيعرفونا شو خي. هيدي أهم شغلة، وهيدي اللي إن شاء الله نقدر نوصل لها هون بلبنان. وشغلة تاني كنت عم قلك عنها جون، هي من ضمن يعني هيك دعم للي عم قلك إياه.
نحن من يومين إن شاء الله هالأسبوع حتشوفه بالصحف بالميديا يعني. من يومين كنا بطرابلس ضمن جولتنا المناطقية، عم نهني العالم بالعيد مع العالم، وكنا ببيروت من قبل، وكنا بصوفر من تقريبا أسبوعين، لأنه عم نحضر للافتتاح ما كتبنا. ما طلعتوا على القاع؟ هلا ديرجي يطلعوا على القاع يتضامنوا ويعزوا شو بدك يعني اطلع بس لفرجي حالي على الكاميرا يعني؟ هذا الواقع. ما بتحملوا الكاميرات معكم وتقولوا لهم يلا رايحين؟ هو هيك مفروض نبلش نعمل، يمكن نفوت بالجو اللي عم بصير، لانه حضرتك منك بعيد عن العمل الاعلاني. ماني بعيد ابدا، انا شغلتي يعني انت شغلتي هيدي. بس لاقول لك شغله، بعتقد العالم خلص زهقت من التمثيليات اللي عم بيصيروا قدامها. وصلوا يعني استخفوا بعقول العالم لهم سنين وسنين 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 وسنين. بعتقد انه هالمسرحيات اللي شفناها من تقريبا اسبوع لهلا، العالم خلص قطعت هالمرحله انه انا طلعت لفوق كرمال ادعمك يا اخي، طلعت لفوق دعمتني بوجودك بهال5 دقائق او 3 دقائق. طب بس شو عملت لي انت؟ شو عملت لي لك سنين؟ شو رح تعمل لي بعدين؟ او طلعت حملت سلاح وقفت معكم، رجعت فلت مع سوري ما عم بوجه اي كلام لاي شخص، بس انا اللي عم بقوله انه عمليا على الارض شو عم بيصير. شو عملتوا؟ طلعنا عزينا، دفنا الشهداء، انتوا وصلتوا للمشكله من بعد ما صارت المشكله. بلشتوا تطلعوا انه انتوا عم تدعموا العالم. انتوا يا جماعه عندكم هالجيش وهالقوى الامنيه اللبنانيه اللي نحن بنفتخر فيها، يلي هي عم تعمل انجازات نشكر الله عليها. لو بالامكانات الموجوده يلي هي يمكن من اقل الامكانيات اللي لازم تكون مع قياده جيش او امن. طب بعدين دور الاحزاب وين؟ في هيك يعني استنبط شوي اليوم من حديثنا. يعني اكيد لما بنقول حزب وبنقول حزب لبناني بننسى الكلمة الأخيرة هي واعد. هل الوعد يلي بيحملوا اسم الحزب هو إنه نبلش نفكر سياسيا بالخير العام، يعني نغير الفكر السياسي للبناني، يبطل بس إنه في حزب بيرعاني وبيعطيني معاش أو بيعطيني إعانة أو بيعطيني عيدية أو بيجي بعزينة إذا صار عندي مصيبة. شوف هي جون العمل يعني تغيير الفكر السياسي للبناني. هو العمل السياسي مرتبط بالاجتماعي، والاجتماعي مرتبط بالسياسي. نحن أول ما بلشنا الحزب بلشنا كجمعية اجتماعية. أنا ما كنت بالأول حاط براسي إنه جاي نفيد البلد، نفيد العالم. برجع بقول لك نجرب نفيد العالم ونجرب نفيد البلد. بس من بعد ما قطع كذا شهر، قد ما تفيد أو قد ما تجرب تساعد، طب ما أنت عم توصل للمشكلة. أنت إذا ما بلشت من المشكلة بحل المشكلة، حتضلك إنه عم بتساعد من هي المشكلة بنيوية بالفكر. هي جون المشكلة بالطبقة السياسية الموجودة. المشكلة إنه نحن قد ما تساعد هالشخص وقد ما تساعد هداك الشخص، طب ما أنت الأساس بعده موجود، اللي مستلم الجو العام بالبلد هو هالسياسيين. طب وهالسياسة يلي فايتة على عقول العالم وفايتة على إذا بدك الأرض. أوكي، شو الأسهل، نغير الأشخاص أو نغير الفكر؟ لا طبعا أنت تغيير الأشخاص أسهل. هو اللي لا مش بس الأسهل. تغيير الأشخاص مش بس إنه والله إحنا غيرنا أشخاص. أنت أول شيء بدك الأشخاص المناسبين للمراكز المناسبة. أنت تغيير الأشخاص هو أو الشخص الفهمان أو مش الفهمان اللي بيقدر يحسن ويفوت الفكر المضبوط على عقول الشباب أو عقول العالم بالأحرى الشعب، هو اللي بيغير. أنت ما فيك تجيب أستاذ مات شاطر تحطه بمثلا يعلمك جغرافيا وتوقع منه أنه يفيدك أو يغير لك نظرية معينة. أنت بدك شخص المناسب بالمحل المناسب، وهذا نحن عم طالب فيه. قديش في عندك شباب ناجحة بلبنان وبالاغتراب قادرين يكونوا موجودين بالسلطة
وبالمراكز الحكومية والدولة والنيابية. إن كان نيابية يمكن أكيد طموحكم مدير عام، يمكن بالبلدية، بكل الوظائف الحكومية والدولة واللي بتقدر تفيد داخليا وخارجيا. طيب لما بنحكي حزب وبنحكي عمل سياسي وبنحكي اجتماع وقد ايه عم بتساهموا بتخفيف اذا فينا نقول المشاكل الاجتماعية، الطموح السلطة منه يعني هي شغلة مباحة ومنها غريبة عنكم كحزب. مثل ما عم بتقلي ممكن نتبوأ أي مركز حكومي، أي وظيفة رسمية إذا بنستحقه. ليش لا؟ إن كان أنا ولا غيري مش بالمفاوضات، مش بالمفاوضات ومش بالمحسوبيات. أنت عندك المشكلة هلأ يلي هي طبقة اللي موجودة هي يا جاي كرمال أو من وراء محسوبيات حزبية أو طائفية. طب ما لأمتين حنضلنا هيك، لأمتين وعم نكرر نفس الأخطاء ومع نفس الأشخاص. ما حدا عمل شيء، وعشان هيك هذا هو الجواب لسؤالك شو بدك بهالمجلس أو شو بدك بالعمل السياسي. طب ما برجع بقول لك إذا نحن ما عملنا حكينا وعملنا ورفعنا صوتنا وغيرنا إن شاء الله كمان يفكر يعمل هيك، يخلق تكتلات أخرى. ليش لا؟ أكيد هذا شيء بيفرح. فارس، نحن اليوم ما عم نحكي عن بروباغندا إعلامية لنخلي العالم تفوت على الحزب أو لا. مثل ما حكيت حديثك بالأول كان غني إنه نحن بدنا الناس تحس حالها منا ممنونة لأي حدا، هيدا حقها عم يوصلها بغياب الإنماء. ولفتنا هذا الشيء، حكيتوا عنه بصفحتكم الخاصة عبر الإنترنت. يعني كنت عم شوف انه في عندكم مقابلات اعلاميه، في عندكم طلات على الشارع اللبناني، في عندكم تربويا للعلا للعالم، الحمله اللي عملتوها المبادره التربويه والمنح للطلاب. بس عم بتقلي نحن من لحم كتافنا عم نشتغل حتى نساعد الشعب اللبناني. انت بتعرف انه خلال الحرب كان في ناس تساعدنا ودول تساعدنا، بعد الحرب صار في سياسيين هن بيرعوا المساعدات حتى ترجع لهم بالانتخابات. اليوم بتقلي ما بدي شيء من اللبناني، بدي غير فكره السياسي لنروح لبلد أحلى ويعرف يختار بكرة. طيب إذا عرف يختار وما كان لكم حصة، هل ممكن تقول نحن أدينا قسطنا للعلا كحزب؟ أو بتقلي نحن بنكون بالعكس أدينا حلم، إن كان أنا ولا اللي معي عنده نية. حلو. طبعا عم ترجع يعني أنا بالنهاية توعي الحلم اللبناني. توعي الحلم اللبناني، توعي حلم أي شاب وبنت موجودين بلبنان وبرا، واللي بيتمنوا يرجعوا على لبنان. أنت وصلت لمرحلة جان إنه رئيس لبلدك ما عندك، إلك سنتين. طب أي حلم؟ وين اللبنانية؟ كيف بدهم يرجعوا اللبنانية؟ ما بدك ترجع اللبنانية، في عندك يمكن عالم ما هم ترجع اللبنانية، على قليل المستثمرين. طب ما انت اللبنانية صاروا برا والموجودين هون عم يموتوا من الجوع. طب يعني مثل كأنه خنقنا الهوى عن اللبناني. خنقنا مش الهوى، خلقنا شو بدي لك، خنقنا اصلا هوا هو رايح من زمان، هلا صرنا ندفع حقه بعد شوي للهوى يعني ورا الزبالة بطل فيه هوا. ف يعني ليك لوين وصلنا؟ يعني الزبالة، ما في رئيس جمهورية، المؤسسات حتى الحكومة إذا ما اتفقوا على شيء ما بيجتمعوا. لك مؤسسات ما في ماشي يعني. بكرة جاي النفط يعني. عرفت؟ النفط الله نشوف شو التركيبة اللي عم تركب. الحلو إنه بيستفيدوا يعني. هلأ في فرصة عيد الفطر جاي، بيستفيدوا إنه بياخدوا كل الجمعة فرصة. شوف هن أصلا فرسين على طول. إن شاء الله يكون على حسابهم مش باسم حسابنا. إذا بتشوف على السايت عنا الكومنتس تبعونا هيك، لا إحنا بنقول على حسابنا. يا حسابنا. بدي استفيد بس لأقول إنه 22,000 متابع عبر الفيسبوك. أكيد عم بتحقق معهم أو خلقت عندهم هيدا الحلم. رجعت نميته، رجعت وعيته عند اللبناني. ما في حدا إلا ما بيشبه فكر فارس شخصي أو فكر الحزب. كلنا منحب لبنان هيدا اللي عم تحكي عنه واللي رسمت لنا الصورة هلأ من شوي. هل 22,000 اللي بيتابعوك على الفيسبوك وإن شاء الله بيزيدوا، بتتوقع أنه كمان يعملوا التغيير اللي موعودين فيه؟ يعني أكيد أنت بتقول بكرة إن شاء الله بالانتخابات اللي جاي النيابية يصير في شوية تغيير، بس إذا قدامنا في ناس عم تتفق إذا بنعمل قانون على قياسنا ومنعلب القصة من هلأ، شو بيكون دور الشباب اللي جاي أو دور الحزب؟ يعني
طوبوية الحزب أو طوبوية فارس بالعمل السياسي إلى مطرح؟ شوف، هي الشباب يعني بس عدد فانز ولايكس لا انتبه، هذا مش همنا. وأنا ما ولا مرة طلعت على قديش عدد العالم. يمكن ما هيدا الهم، إنه قديش هو عدد العالم اللي عم بيتابعونا. هو عدد أكتر اللي بيهم هو عدد الانتراكشن اللي عم بيصير، أو قديش التفاعل الصادق. مش والله انه يلا كبينا كلمة من هون وخلاص طلعنا بطلنا عم نتابع شو عم بيصير او شو كان الجواب. باعتقادي انا انه الشباب خلص وعيوا وبين هالموضوع من خلال الانتخابات البلدية اللي صارت. شفنا كتير شباب فاتوا بالانتخابات، ألفوا لوايح، فاتوا بهالحرب إذا بدك بينهم وبين اللوائح الكبيرة والأسامي الكبار. مزبوط. وقديش أثروا وقديش عملوا إن كان خلال الانتخابات ومن بعدها نتائج. يعني أنت معتمد على روح الثورة عند الشباب للتغيير. خلص الشباب وعيت. الشباب وعيت وبطل، مثل ما قلت لك بالأول، بطل ينضحك عليهم. حتى المنتمين لأحزاب، يعني حتى المنتمين أو المناصرين، هذا اللي عم بيتركوا الأحزاب، واللي خلص مش عارفين هل عم بيصير أو هل اللي عم نعمله هو صح ولا غلط. صار في وعي. يعني أنا كنت حابب نحكي، هي يعني مقابلتنا اليوم إذا بدنا نقول إضاءة على الطريقة بالتغيير اليوم بالفكر اللبناني. وسياسيا مش عيب نحكي سياسي مع شاب عمره 18 سنة صار بحق له ياخد قرار ببلده. فكروا عالم أنا 18 سنة عمري. لا بدي أقول يا ريت، لأنه حزبكم يطمح إنه يضم الشباب. يعني إذا اليوم عم نعاني من اللي عمره كبير بالبلد وعم بيفكر على قياسه وعنده يعني فكره الخاص اللي عمره 60 و70 سنة اليوم، يعني بصعوبة صرنا عم نتعامل مع كل حدا مسؤول كبير بالعمر ما عم بيعرف يمشي بسرعة بالبلد. هو البي إذا عمره كبير، فرق كبير كتير بينه وبين أولاده، بصير في صعوبة بالتواصل. كيف أنت إذا هذا عم تتعامل مع ابنك أو بنتك، هي المشكلة. مع شخص، كيف مع بلد، كيف مع شعب. هي المشكلة إنه الكبير بفكر إنه الصغير بده يكبر، ولا مرة تربوية الصغير بده يفهم لي. مش هيك هن فكرون إنه الصغار لازم يفهموا لنا، هن لازم يتأقلموا على اللي أنا شخصي مزبوط. ماشي فيه، مش إنه أنا بدي أتأقلم على الملايين. خاصة إنه اليوم العلم أثبت إنه كمان الكبار بدهم يتفهموا حاجات الصغار، يعني حاجات الشباب سرعة الحياة معهم. يعني مزبوط. اليوم عبر الإنترنت السياسة أسرع بكتير من 40 و30 سنة. ما في أسرع منه. حكينا شوي عن الفكر، عن سياسيا كيف اللبناني ممكن يرجع يوعي الحلم اللي عنده إياه بلبنان حلو. حكيت عن المقيمين والمغتربين وقدي مآمنين، يعني مش بس اللي لهم 20 سنة، يمكن هلأ اللي فلوا من سنتين عبالهم يرجعوا طبعا. لأنه العالم صار ضيق علينا كلبنانيين. مش بطلت مثل قبل، صارت كتير صعبة. ولسوء الحظ من وراء كمان نرجع على السياسيين، من وراء اللي الانطباع اللي فوتونا فيه أو المشاكل اللي فوتونا فيها من وراء أشخاص وحكي شخصي أو فكر شخصي. يعني صار اللبناني حتى ببلاد الاغتراب مش متروك من وراء أشخاص معينين طلعت براسهم إنه يطلعوا يحكوا عن وضع معين، أو حتى بيلحقون لبرا بيعملوا لهم محاضرات واجتماعات. قصة محاضرات عم نحكي هلا. أنت عارف أنا مش عم بعرف يعني هذا الوضع اللبناني يعني مربوط صاروا اللبنانيين برا، حتى السياسيين مشتركين يا أخي، يتركون يشتغلوا برا وينبسطوا. ليش بدكم يوم ينطردوا من بلدان معينة أو يتضايقوا أو شو ما كان يكون ورا، لأنه أنتوا طلعتوا بتصريح معين، ولأنه هالأشخاص يمكن كانوا يتابعوكم ويمكن كانوا يدعموكم، أكلوها هن. طب شو ذنبهم هالشعب؟ أصلا الدعم الخارجي للمغتربين الناتج المحلي دعم كبير. يعني نحن عم نحكي 7-8 مليار بالسنة. يعني هيدا اللي عم بخلينا شوي واقفين على إجرينا، ما فينا نتغاضى عن الموضوع. يمكن قربنا يعني شوي للشق اللي اسمه مالي وده بتنفعوا الناس من خلال حزب جديد بلبنان. قلت لي عملتوا مبادرات تربوية ومنح للطلاب،
تشكرون عليها. هلا عم نشكركم نحن باسم الناس عبر صوت لبنان. برجع بقول لك على قدرتنا ان شاء الله نقدر نعمل اكثر بالمستقبل. عندكم كمان مخططات تانية؟ يعني حكينا تربويا، يمكن هو الشيء الاساسي اذا بنربي اجيال مزبوط على فكر سياسي نظيف وصح منلاقيهم بكره رجال بالمستقبل سياسيين ناجحين. مزبوط. هل في بغير شق تربوي كمان ممكن؟ شوف نحن وين ما نشوف في فرصه بنقدر ندعم فيها ونساعد فيها، ان شاء الله نقدر نغطيها. يعني بالاخص عم نحكي عن القرى. يمكن هذا موضوع ما حدا بيطلع فيه. مزبوط. القرى شو فيك تعمل طب لهالقرى؟ دايما في شغل بالمدن والقرى منسيه. القرى منسيه وما حدا بيطلع فيها. طب اذا قدرنا نحن نعمل شيء يمكن ندعم زراعتهم. كيف فينا ناخذ المزروعات اللي عندهم؟ هذا كنت عم تسمع برنامج لبنان 2020. كنت عم ومبسوط. كنت مبسوط فيه بصراحه. يعني حلوه فكرته. حلو انه ليش مش الاحزاب بتاخذ على عاتقها هيك مشاريع؟ يعني انتم يا احزاب يلي عم تقبض كم مليون و100 مليون بالسنه. طب ما هيدي ابسط منها. في ابسط منها تساعد المزارع. في ابسط منها تلاقي له طريقه تصريف الانتاج تبعه، ويبقى بارضه مثل ما كنا عم نحكي بالاول عن القاع. خاص انه انتاجنا هو من او منتوجنا هو من افضل. مزبوط. اذا عم نحكي زراعات بالعالم. مزبوط. يعني ساعدوا بطريقه مش كله بس سياسي ومصلحة شخصية. بساعدك بس إذا بتنتخبنا بشوفك نهار الانتخابات. ما بشوفك نهار الانتخابات. بعد ما وصلتوا للزفت الانتخابي أنتوا يعني ولا بدنا نوصل له هلا. نحن بمرحلة هلا مبسوط عم بضحك فيها. إن شاء الله مثل ما عم بتبيض أوقات الصفحة التربوية من خلال المنح للطلاب مع مبادرة العلم إن شاء الله للعلا للعالم. على كل حال هي مأخوذة من النشيد الوطني. كمان إن شاء الله بالقريب العاجل، لأنه نحن قادمين على انتخابات. الكل عم بيقول إنه في تغيير بهالانتخابات أو في استحقاق أمام اللبنانيين. كيف ما كانت نحن بنتمنى أن يكون لكم حضور، لأنه الفكر السياسي عند اللبناني هو الأساسي وهو اللي بده يغير. نحن كنا عم نقول شو الأسهل، تغيير الأشخاص أو تغيير الفكر. اليوم المقولة بالعالم ويلي الكل بيعملوا عليها دورات تدريبية بيقولوا أقوى 3 معادن بالعالم هي الألماس أو دايموندز والحديد والشخصية. إذا كل شخصية بتاخد شوي منحة لها أو بتاخد حيز لها بالمجتمع، بيصير المجتمع قوي ومتماسك وبيعطي وبيخلي هالحلم يتحقق. يعني ما بدنا بس نقول نحن بعدنا عم نحلم، بدنا نحقق الحلم وصار الوقت إنه نحققه. إن شاء الله مع بعضنا يعني إذا حطينا كلنا هالشباب إيدنا بإيد بعضنا إن شاء الله نقدر نحققه. من رجال أعمال نضاف الكف إن شاء الله إلى إعلامي نظيف أكيد. إلى يعني نحن وأكيد يعني إذا هل مشكلة البلد زبالة اليوم بدنا ننظف نرجع عن جديد. منا هينة ونبني عن ضيف. منا هينة في طريق طويل يمكن ما فينا نجي نتوقع. نحن بالانتخابات النيابية اللي جاية حيصير فيها التغيير 180 درجة. في وقت بده يقطع بس شوي 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 شوي. إذا حطينا إيدنا بإيد بعضنا بيصير في تغيير. وبس على موضوع الانتخابات النيابية لأرجع على قصة الخدمات اللي عم نقدمها. بس هذا بيفرجي إنه همنا مش انتخابات. إنه نحن يعني أنا شخصيا من ذوق مصباح أكثر من 80% من الخدمات اللي عاملينها هي لمناطق إحنا ما دخلنا فيها. يعني إن كان بالبترون بعيد عن كسروان، إن كان بالبترون بالجنوب بالمتن طرابلس. مثل ما قلت لك نحن من 3 أيام كنا بطرابلس. 3/4 أو أكتر هي بلرات مناطقنا. هلا إذا بدك همنا نكون موجودين جنب العالم. هلا اللي من وين ما كانوا اللي بيقولوا كسروان منطقة صارت محرومة، هلا بيعاتبوا عليه. لا منا محرومة. بيقولوا ليش عم تعطوا خدمات خارج المنطقة؟ احنا وين فينا نساعد عم نساعد وما قصرنا مع أي حدا. الحمد لله. هي أصلا نغمة يعني كلهم بيقولوا نحن محرومين. نحن محرومين حتى يطلعوا فينا. شوفوا الشعب اللبناني أكيد لسوء الحظ محروم من الفرصة، محروم من تحقيق حلم. مزبوط. أنا بشكرك. يمكن معودين نقول شو الكلمة الأخيرة، ختمتها بأفضل طريقة. يمكن هالإطلالة الإعلامية لألكن عبر صوت لبنان
تكون ضوت على شغلات كتير اللبناني بيحلم انه يغيرها بس ما بيعرف كيف. اليوم صار عنده ويب سايت يقدر يدخل ويشوف كمان افكار ويشوف تنفيذ على الارض. يعني انتم حاطين كل اللي عم بتقوموا فيهم النشاطات. برجع بذكر اذا بتحبوا مستمعينا تشوفوا الويب سايت الخاص بحزب التكتل اللبناني الواعد، يكتب بالأحرف الأجنبية التكتل.com، وفيكم عبر الفيسبوك سهل جدا تكتبوه بالعربي وتفوتوا على الصفحة. أنا بشكرك أستاذ فارس فتوحي، منحيي كل أعضاء الحزب معك، وإن شاء الله تزيدوا من دون عدد، تزيدوا فكر، وهالفكر يغير ويحقق الحلم اللبناني اللي كلنا منحبه. إن شاء الله نقدر نعمل شيء وعلى الله وعلى شعب لبنان. بما انه على الله، نحن نشكر الله ونوعدكم مستمعينا دايما بإطلالات حلوة لشباب لبناني واعد بتغيير حقيقي ويحقق الحلم اللبناني. شكرا للزميل داني أبو فيصل، إلى اللقاء.